هو مين اللي قال إن سعر الذهب في مصر بيتحدد من عند السايغ؟ طب الذهب العالمي أهو نزل، ليه بقى الجرام في مصر ما نزلش؟ والدولار اتحرك؟ وإيه علاقة ده كله بالخاتم اللي في إيد مراتك؟ والناس كل ما الذهب بيغلى بتجري وتشتري، وكل ما يرخص تخاف تبيع. فمين فعلا اللي بيحدد سعر الذهب؟ ومين بيكسب من المضاربة عليه؟ والأهم، إزاي تعرف إنك بتشتري ذهب بالعقل مش بتجري ورا الناس؟ النهارده هنفهم اللعبة اللي ورا السعر قبل ما نحاول نتوقع السعر نفسه. أهلا بيكم في حكاوي الرغايين. الدهب عند المصريين مش مجرد معدن، ده شبكة للعروسة وتحويشة للأم وحاجة بتتشال للزمن. جدتك ممكن ما تكونش عارفة أصلا يعني إيه أسهم ولا سندات، ولكن كانت فاهمة قاعدة بسيطة جدا: الفلوس قيمتها بتتغير لكن الذهب بيفضل له قيمة. وعلشان كده أول ما الدنيا تقلق التضخم يزيد والدولار يتحرك، فتبدأ الجملة الشهيرة هات ذهب. وهنا تبدأ المشكلة، احنا ساعات بنتعامل مع الذهب كأنه زرار، حرب يبقى الذهب هيطلع، دولار يبقى الذهب هيطلع، فايدة نزلت يبقى أكيد الذهب هيطلع. لكن السوق مش بالبساطة دي. سيبك من محل الصاغة وخلينا نسافر للندن ونيويورك. الذهب بيتباع وبيتشري في سوق عالمي ضخم، وفي مراكز مهمة جدا زي سوق لندن والعقود الآجلة في أمريكا. يعني مفيش واحد كده قاعد الصبح يقولك النهاردة الأونصة بكذا، إنما السعر بيتكون من عمليات بيع وشراء مستمرة، بنوك وصناديق استثمار وبنوك مركزية وشركات ومستثمرين ومضاربين، وكل واحد فيهم داخل السوق لهدف مختلف. وفي النهاية طلبات البيع والشراء بتقابل بعض وبيطلع بقى السعر، وده ببساطة اسمه برايس ديسكفري أو اكتشاف السعر. ولكن في كلمة كده بنسمعها على طول: الأونصة. الأونصة المستخدمة في الذهب ده حوالي 31.1 جرام. يعني لما تسمع مثلا إن الأونصة العالمية طلعت، ده السعر الأساسي اللي العالم كله تقريبا بيبدأ منه. ولكن علشان توصل لسعر مصر لسه ناقص لاعب خطير جدا: الدولار. لأن سعر الذهب العالمي بالدولار، يعني بشكل مبسط سعر الذهب بالدولار في سعر الدولار بالجنيه بيساوي قيمة الذهب بالجنيه. خلينا كده نعمل مثال. افترض ان سعر الذهب العالمي ثابت ما اتحركش، ولكن الدولار في مصر ارتفع. ايه اللي هيحصل؟ الذهب بالجنيه ممكن جدا يرتفع رغم ان الأونصة نفسها ما اتحركتش. وعلشان كده ساعات بنسمع ان الذهب العالمي نزل، تروح تشوف السعر في مصر تلاقيه ما نزلش بنفس النسبة. ليه؟ لأن عندك أكتر من عامل: السعر العالمي وسعر الصرف والعرض والطلب داخل مصر وفرق سعر الشراء عن البيع. يعني لو حد قال لك أصل الأونصة نزلت 2% يبقى الجرام هينزل 2%، يا ريت تقول له إن الموضوع مش بالسهولة دي. وسعر الذهب له عوامل كتير جدا. انت لما بتشتري خاتم أو سلسلة انت مش بتدفع ثمن الذهب وبس، لا، في مصنعية وهامش بيع وتكاليف تانية حسب المنتج. وعلشان كده السؤال الجرام بكام ده مش كفاية، ولكن السؤال الأهم أنا هدفع كام فعلا. يعني مثلا واحد معاه 100,000 جنيه قال أنا عايز أحفظهم في صورة ذهب، فراح بقى اشترى مشغولات ذهبية جميلة، مصنعية عالية وتصميم فاخر، وبعد فترة احتاج فلوسه فراح يبيع واتفاجئ. ليه؟ لأن جزء من 100,000 جنيه اللي دفعهم ما كانش ذهب أصلاً، ده كان تصنيع وتصميم وهوامش تانية. وده مش معناه إن المشغولات وحشة لو هدفك الزينة، لكن لو هدفك تحويش لازم تسأل كام من المبلغ ده هو قيمة ذهب فعلية. وده أول فرق لازم نفهمه: ذهب للزينة مش بالضرورة يكون أفضل شكل للادخار. نيجي بقى للمضاربين. كل لما الذهب يتحرك بتسمع كلمة دي مضاربات، وكأن في مجموعة سرية قاعدة في أوضة ضلمة وهي اللي بتقرر إمتى الذهب يغلى على المصريين. ولكن الحقيقة لأ، المضارب ده ببساطة بيحاول يستفيد من حركة السعر. أول ما يتوقع إن السعر يطلع فبيروح يشتري، وأول ما يتوقع إن السعر هينزل بيجري ويبيع. ولكن هل بقى المضاربة دي بتأثر؟ طبعاً. طب وهل كل ارتفاع في السعر سببه الأساسي المضاربين؟ أكيد لأ، لأن في عوامل تانية ضخمة جدا زي سعر الدولار وسعر الفايدة ونسبة التضخم والأزمات ومشتريات البنوك المركزية وخوف المستثمرين. والنقطة المهمة بقى إنه مفيش عامل واحد بيتحكم في سعر الذهب. طيب
امتى بقى لازم تفكر مرتين قبل ما تشتري ذهب؟ أنا مش هقولك امتى تشتري، ولكن هقولك امتى لازم تفكر مرتين. أولاً، لو أنت محتاج الفلوس قريب بلاش تشتري، لأن السعر ممكن جداً يتحرك. ثانياً، لو هتشتري بفلوس أنت مستلفها كده أنت عندك دين ثابت وأصل سعره متغير. ثالثاً، لو السبب الوحيد للشراء إن الناس كلها تشتري فدي مش خطة للاستثمار، دي زحمة. رابعاً، لو أنت مش عارف أصلاً أنت بتشتري ليه، زينة ولا تحويش ولا استثمار طويل الأجل ولا مضاربة، لو عرفت الهدف هتعرف تختار المنتج. خامساً، لو هتحط كل تحويشة عمرك في حاجة واحدة، لأنه مهما كنت بتحب الذهب مفيش أصل في الدنيا مضمون إن هو طول الوقت هيطلع. وفي النهاية نرجع للسؤال اللي بدأنا بيه، الذهب هيغلى ولا هيرخص؟ والحقيقة محدش بشكل يقيني ممكن يبقى عارف. اللي يعرف يقولك المستقبل بالسعر واليوم والساعة خليه يقولك بقى أرقام اليانصيب بالمرة. ولكن في فرق بين واحد كل يوم بيفتح سعر الذهب وهو مرعوب، وواحد فاهم ليه السعر بيتحرك، فاهم إن في سعر عالمي وفي دولار وفي عرض وطلب، وكمان في فايدة وأزمات ومضاربين. فبدل ما تسأل كل يوم الذهب بقى بكام، ابدأ تسأل نفسك هو ليه الذهب اتحرك. ودلوقتي عايز أشوف في التعليقات أنت هتروح على فين. لو معاك مبلغ زيادة النهاردة ومش محتاجه قريب، هتختار ذهب ولا دولار ولا عقار ولا هتسيبه كاش؟ اكتب اختياراتك. وفي النهاية دي كانت حلقتنا النهاردة عن كيفية تسعير الذهب. لو الفيديو عجبكم يا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وشير للحلقة، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أهلا بيكم في حكاوي الرغايين.